بايكر، صباح الفل عليكم. فيديو جديد، والنهارده بنتكلم على الاسعار المبالغ فيها جدا 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 في اسعار السكوترز اللي موجوده في السوق المصري. زي مثلا كده هتلاقي اوربت 2 بقى بيتكلم في حاجات و70 مثلا. في سكوترز تانية يعني قليله جدا فنيا على مستوى الاداء او على مستوى الاوبشنز. سمعنا فيها تسعينات وحاجات عدت ال100 وهكذا. طيب ايه الحل بقى في الاسعار ديت؟ الحل ان انت قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تروح لسوق الموتوسيكلات يا اما تروح لسوق المستعمل. تمام. انت بالفلوس ديت تقدر تجيب حاجه مثلا، طبعا موتوسيكل ينفعك في شغل وينفعك طبعا في الطرق بتاعت مصر. هيكون احسن من السكوتر 100 مره، وهيكون طبعا ثمنه اقل. او ان انت تروح بقى لايه لسوق المستعمل وتشوف حاجه نظيفه كده تكون بسعر قليل. تمام. وده هيكون الحل اللي قدامك، طبعا بعيدا عن ايه بقى، عن الزيرو والجديد، لان الاسعار بقت مبالغ فيها جدا جدا جدا. والمشكله بقى انك ما تعرفش الاسعار دي غاليه ليه يعني. هل السكوترز دي مثلا بتطير؟ هل المواتير بتاعتها بقى 300 سي سي وبتاع؟ في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم على مواتير 125 سي سي و150 سي سي. زي مثلا الشركه اللي هي المعروفه، السكوترز بتاعتها كلها اصلا ما فيهاش اوبشنز وما فيهاش حاجه خارقه. ليه اروح اشتري سكوتر منها مثلا معدي ال 100 وال 110 والحاجات ديت؟ طب ما انا اروح اجيب عربيه مستعمله. آه طب مثلا لو كانت السكوترز ديت على مستوى مثلا الاوبشنز والموتور والاداء والحاجات ديت عاليه، كنا مثلا نقول لا ده بيقدم قيمه مقابل سعر. انما لو جيت بصيت للقيمه، فانت هتلاقي ان يعني ده في الاول وفي الاخر موتور 150 سي سي، اروح ليه ادفع فيه فوق ال 90 او ال 100 او الكلام ده كله؟ عشان كده بقول لك يا صديقي البايكر، لو انت عايز تشتري سكوتر بلاش تروح للجديد دلوقتي. تمام. تقدر ان انت تروح لسوق المستعمل، بيبقى فيه لقط تقدر تشتري كسر زيرو، على الاقل هتوفر في الفلوس كتير. في الاخر بقول ارجو تكونوا استفدتوا.